عينا يشرب بها عباد الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مهما تبعد عن أي حاجة، مهما تنشغل في هموم الدنيا، اوعى تنسى الفضل اللي ربنا اداهولك. اوعى تسيب القرآن الذي أعطاك الله جل جلاله إياه. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقى. أهلا ومرحبا بكم في حفل توزيع دورة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. تعالى الله علينا وعليكم بالمن والبركات. وخير من أتى به هذا الحفل المبارك وهو خير ما أنزل من السماء وهو القرآن الكريم مع فضيلة القارئ كلهم على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
إذا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حقا إن له لحلاوة وإن عليه طلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمغفر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. صدقت ربي فيما قلت وأحسنت فما أبدعت. حقا وحينما أراد الشاعر أن يتغزل في حب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: غازلتها فتبسمت فعمى الفؤاد بحبها تبغي وصالا لا أريد سواها. هل عرفتم من تكون حبيبتي ومن التي بلغ الفؤاد رداها؟ تلك الصلاة على النبي وآله صلوا لنلقوا في الجنان صداها. ماذا أصدر في سناؤك سيدي غير الصلاة مع السلام السرمدي. قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أني بغير محمد لن أرتدي. الشوق حررني بغير تردد والشعر أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدي بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرب اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره تكفي الهموم وتهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رضبوا صلوا على الحبيب محمد. اللهم صل على محمد النبي الهدى صلاة نفوز بها في غدا ونسعد بها ونجيل العلا. صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررة سرمدا عدد الحصى والسوى والرمال وموج البحار وقمر الندى وأنفاس خلق بطول المدى وعدد الملائكة الكرام كذا الراكعين مع السجدا وعدد الحروف الكتاب الذي أتانا وكنا به مهتدى. وألفي صلاة وألفي سلام على أحمد محمد نبي الهدى. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أخوتنا أخوة الإسلام والإيمان، وبعد إذ استمعنا إلى أفضل ما أنزل من السماء وهو القرآن الكريم، فهيا نصطحب في رحاب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ رمزي أحمد عثمان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكتاب العظيم المبارك الذي أنزله ربنا جل جلاله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد الذي كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. ثم أما بعد، القرآن حياة والقرآن شرف لأصحابه. أنزل الله تعالى القرآن ليرفع به أقواما ويضع به آخرين. لذلك يفصل ابن القيم طيب الله سراه في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول إن من هجر القرآن هجر تلاوة وهجر استماع وهجر تدبر وهجر محبة وهجر تحكيم وهجر استشفاء. اوعى تفتكر ان القرآن ان انت تبعد عنه بالقراءة وان انت تقرأه وتختمه في رمضان اكتر من مرة وخلاص. لا، ان من هجر القرآن هجر القراءة وهجر الاستماع. في واحد يقول لك انا امي لا اقرأ ولا اكتب، نقول له اسمع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك فيقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به متقن للقرآن جيد في التلاوة والتجويد والحفظ
سهل عليه، عنده الوسائل اللي تساعده، مع الكرام السفرة البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتتعتع فيه بيكسر في القراءة، ما تعلمش كويس، صعب عليه التلاوة، قال صلى الله عليه وسلم له أجران، لأجرين اتنين، أجر للقراءة وأجر للصعوبة والتعتعة، أجر إنه حاول يقرأ القرآن. فإن لم تكن ممن يقرؤون فلا تحرم نفسك أن تستمع القرآن. ثم هجر تدبر، مرر الآية على قلبك، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مرر الآية على قلبك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ الآية ليلة كاملة يكررها صلى الله عليه وسلم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل، كما أوصى أحد الصالحين ابنه. اقرأ القرآن وأنت تستشعر أن الله تعالى هو الذي يكلمك. اتق الله أنت، أقم الصلاة أنت، آت الزكاة أنت، تخلق بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم أنت. ثم وصية لقارئ القرآن ولحامل القرآن: لا تقرأ القرآن للشهرة، ولا تقرأ القرآن للسمعة، ولا تقرأ القرآن لمدح الناس عليك، ولكن قل كما كان يقول الصديق رضي الله عنه: إذا مدحه أحد من الناس يبكي الصديق ليقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. رب إنسان يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. ولم؟ لأنه لم يعمل بالقرآن ولم يحب القرآن ولم يأتمر بأوامر القرآن. إذا قال الله تعالى له افعل أمر الناس ولم يفعل، إذا قال القرآن له انتهي نهى الناس ولم ينتهي، ولم يتوقف عند حدود الله تعالى. جاء رجل يطلب العلم عند أحد العلماء فقال له الإمام والعالم: ما الذي أتى بك؟ سؤال لازم نسأله لنفسنا كلنا. أنت بتحفظ قرآن ليه؟ أنت بتصلي بالناس ليه؟ أنت بتؤم الناس ليه؟ أنت بتخطب على المنبر ليه؟ لما تحكم بين الناس في مجالس الحكم؟ اسأل نفسك ما هي نيتك في ذلك. بيقول له: أنت جاي ليه يا ابني؟ فقال الطالب: جئت لأطلب العلم لأكون إماما كالشافعي وأحمد وأبا حنيفة ومالك. بيقول له: أنا جاي علشان أبقى إمام، جاي علشان أبقى كبير قدام الناس. فقال له العالم والإمام: يا بني ارجع فصحح النية. النية بتاعتك دي فاسدة، النية دي مش هتفيدك في طلب العلم. حتى لو اتعلمت مش هتنتفع حاجة بالعلم، ولربما انتفع الناس بعلمك وخسرت أنت. ممكن تكون زي الشمعة اللي بتنور للناس وتحرق نفسها. قال له: ارجع فصحح النية. قال: وما تصحيحها؟ قال: يا بني إن الشافعية وأحمد ومالكا وأبا حنيفة لم يطلبوا العلم ليكونوا أئمة، ما تعلموش علشان يكونوا قدام الناس، لا منظرة ولا رياء ولا سمعة، ولكن تعلموا العلم ليعبدوا الله. كانوا بيتعلموا علشان يدخلوا الجنة، علشان يعملوا العبادة كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه. إنما تعلموا العلم ليعبدوا الله. ثم رزق الله الإمامة بعده. لما رأى الله من قلوبهم الصدق والإخلاص رزقهم الله الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين،
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مهما تبعد عن أي حاجة، مهما تنشغل في هموم الدنيا، اوعى تنسى الفضل اللي ربنا اداهولك، اوعى تسيب القرآن الذي أعطاك الله جل جلاله إياه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هتفضل تقرأ آيات من القرآن فترقى في الجنة درجات، وإن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شرف ليك أن أنت تربي أولادك على القرآن وأن تعلم أولادك القرآن، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن والدي قارئ القرآن يأتون يوم القيامة ليلبسوا تاج الكرامة وحلة الكرامة. ربنا يجيب الأب والأم لقارئ وحافظ والعامل بالقرآن يوم القيامة، والملائكة تلبسوا تاج الكرامة وحلة الكرامة، فيقولان: ولما يا رب؟ ليه يا رب كده؟ ليه الكرم والفضل ده؟ فيقول سبحانه: لأخذ ولدكما للقرآن، إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يمسكنا بالقرآن حتى نلقاه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وقائدنا إلى جنات النعيم وإلى رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني، نجوم في هدايتهم منار لكل حيران، لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعانت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحامي، رعاه المنعم الحامي. أيا حفاظ يا جيلا تسامت في أزمان، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العالي، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآن، ويعلو ذكر قرآني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. ولن نستطيع أن نؤتيك عليكم السلام إن شاء الله. الطالب الأول على حفظ نصف القرآن الطالب محمد رمضان العرب. محمد نشأ شهيد تغلب 10 أشهر.
القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني، نجوم في هدايتهم منار لكل حيران. لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني. أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا